كانت في بنت اختفت من بلدنا من فترة طويلة، وفضلت 3 أيام البلد كلها بيدوروا عليها بدون أي نتيجة، خاصة إن البنت شابة وكل الناس وقفوا مع أهلها بقلوبهم بجد. وفي الليلة الرابعة باب من بيوت القرية خبط في نص الليل، والجو كان ممطر جدا. فتحت الست الكبيرة لقت بنت لابسة شال أسود ومغطية وشها، وبتطلب منها تبعت ابنها معاها يساعدها، لأن عربية أبوها على الطريق عطلانة، وابنها ده كان ميكانيكي. وفعلا اتحرك معاها الشاب، وبعد ساعة كاملة رجعت البنت تخبط على باب نفس البيت، وهي بتتنفض وطلبت من الست تبعت معاها أخوه، لأن الشاب عنده أزمة ووقع على الطريق. وخرج الشاب يجري مع البنت علشان يلحق أخوه، وعدت الليلة كاملة لحد ما خرجت الست مرعوبة تدور على ولادها الشباب اللي خرجوا مع البنت بالليل. وكانت الصدمة الشابين غرقانين في الترعة، وشكل الجثث بتاعتهم في قمة البشاعة. والصدمة الأكبر إن جثة البنت اللي اختفت من 4 أيام كانت معاهم في الترعة جثة هامدة. وأقسمت الأم إن البنت اللي جات لها بالليل كانت لابسة نفس لبس الجثة الغرقانة مع ولادها دلوقتي. وفضل الموضوع لغز كبير في البلد، ومحدش عارف أي تفسير للي حصل، لحد ما خرج شاب من أهل البلد وقال إن الأخين دول اغتصبوا البت دي وقتلوها ورموها في الترعة، انتقاما من أبوها اللي كان واكلهم في فلوس كتير من 3 سنين بسبب شغل ما بينهم. وإن جثة البنت رفضت الخروج بعد موتها، وفضلت غرقانة في قاع الترعة لحد لما خرج عفرتها وانتقم من اللي قتلوها وخدهم في نفس المكان، وبعدها طافت على وش المية معاهم. والأغرب من ده كله إن اللي بعتلي الحكاية دي خلتني أكلم شخص على الموبايل، وطلع هو نفس الشاب اللي قال التفاصيل دي، وقال لي نفس الكلام بالنص، وإنه صديق مقرب للأخين وعرف إنهم هيغدروا بالبنت. وقال لي كمان إن دي قرينها اللي خبط على الباب، وإنه قدر يتشكل ويغير من شكله علشان الأخين ما يعرفوش ويستدرجهم علشان ينتقم منهم. تجارب حقيقية.